مبدئيا كده لو انت داخل وهتقول ان المشكله اللي حصلت في ماتش الاهلي كده ده بسبب كولر او المدير الفني، فاقفل دلوقتي او ما تتفرجش او ما تسمعنيش وابعد عن وشي دلوقتي حالا عشان ما اسيبلكش الدين ومل. تمام. نيجي بقى للمهم. اللي حصل في الاهلي بقى النهارده ده او اللي كان بيحصل قبل كده ده مش حوار لعيبه ولا حوار، الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعه. الفساد اللي موجود في البلد من سنين، واللي كان الاهلي او منظومه الاهلي اللي احنا كنا دايما بنقول عليها البلد دي حاجه او الاهلي دوله جوه دوله، الكلام ده كله خلاص بقى راح واتغير وخلاص. الفساد والسرطان اللي موجود في البلد او منظومه البلد من كبرها لصغيرها وصل للاهلي، وصل الاهلي من فتره، واحنا دلوقتي بنجنيه بقى وبنشوفه. السرطان اللي معشش في البلد وفساد البلد وصل خلاص للنادي الاهلي ولاعيبته، وخلاص بدأ كمان هينتشر خلاص كمان للجمهور بكل اشكاله. الموضوع كبير وموضوع مستفز والموضوع يحرق الدم بزياده. انا مش فاكر احنا امتى اخر مره كنا بنقول كفايه، لان احنا دلوقتي بقى لنا دلوقتي داخلين في سنه او سنتين بقينا بنقول كفايه 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 طب ايه هنفضل نقول طول عمرنا كفايه ولا ايه؟ الموضوع يزهق، الموضوع يخنق، الموضوع وصل يا جماعه الاداره الموضوع مش بس لعيبه، والموضوع اداره. الموضوع الفساد اللي موجود في البلد وصل كمان للاداره. بقينا بنساهم في حقنا بزياده عن اللزوم لغايه ما وصل خلاص اللعيبه اللي هو خلاص الخمسه بقت عادي، اللي نتغلب عادي، التهاون في حق النادي الاهلي عادي، انك تسمع جس نبضك في عقوبات على النادي الاهلي وعلى الكهرباء عادي. كله بقى عادي، ويقول لك الاهلي بقى العين الحمراء ومش هيقدر عشان خاطر الاهلي وي وي. ما عادش الكلام ده خلاص. الهيبه راحت، الهيبه راحت، الهويه راحت. خلاص بقينا بنستحلى، بقينا بعد اي كارثه وباي حاجه يقول لك الدعم، ندعم اللعيبه عشان اللعيبه ما مش عارف ايه. طب عشان اللعيبه ما تتكسرش، وطب لما ما اتكسرتش بقى ها ايه اللي حصل؟ شلنا خمسه، نتعادل مع فيوتشر، نتعادل مع الداخليه، نتعادل مع فاركو، ولا شايف نتعادل مع مين؟ لما حاولوا بقى يطبلوا للاداره ويطبلوا اللعيبه الوسخه والاداره الوسخه وللبلد الوسخه، لما طبلنا بقى ايه بقى اللي حصل؟ ها؟ لما طلعوا خونوا الجماهير، لما طلعوا يقول لك لا يا قشطه ده انت لجنه، ده انت بتهاجم الاداره، ده انت بتهاجم اللعيبه، ده انت لجنه بقى، ده انت بتوع السوشيال ميديا. وده السوشيال ميديا يا شويه معرضين، ما هم اللي كانوا موجودين في الجمهور وما عادوش، ما عادش في جمهور، فراحوا السوشيال ميديا يتكلموا ويطلعوا اللي جواهم. تمام؟ ايه بقى؟ هنتكلم عن ايه النهارده؟ الحاج جاي النهارده يا اولاد الوسخ. الحاج جاي النهارده بقى درجة حرارة ولا ايه؟ ايه تاني؟ بتشيل خمسة في خلال 3 سنين، في خلال الإدارة، في خلال وجود الإدارة الحالية بتشيل خمسة مرتين. ها بقى ايه بقى المشكلة في مين دلوقتي؟ ها؟ هتشيلوها لمين؟ الأول كان لاسارتي، هتشيلها كولر دلوقتي ما عرفش يأقلم الفرقة، ما عرفش يظبط، ولعيبتك اللعيبة البنت الكلب اللي بتلعب باستهتار في أول 5 دقايق بتشيل جول في أول 5 دقايق، ما بتضغطش على اللعيب وهو بيشوط في أول 5 دقايق، بتساب الجون من 40 متر ولا 50 متر ما فيش محاولة عليه حتى يتصد. ده العادي؟ ما انت مستحليها. ما انت لو عندك دم وعارف انك هتتحاسب وهتتعاقب وعارف ان انت هيطلع ميتين اهلك مش هتعمل كده. لكن خلاص ما الهوية راحت مع سيادة النجم، نجم الإدارة اللي أنا كنت أصلا من ضمن الناس اللي موتت نفسها عشان خاطر إن هو يكسب، وطلع نبحنا صوتنا عشان خاطر الباشا يكسب. خلاص بقى قبلها بكام يوم يعمل عزومة في استاد الأهلي في نادي الأهلي الجديد ورجع الناس اللي كانت بتهين وتشتم النادي الأهلي زي حسام بدري وغيره 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 وغيره. تمام؟ ما خلاص ونرجع بقى رمضان صبحي. صح، الناس كانت بتقول نرجع رمضان صبحي بقى ونرجع مش عارف مين. يا جماعه ده انتوا ما عندكوش دم، ده انتوا ما عادش عندكم دم وتنقل اللعيبه. الموضوع ما عادش لعيبه بس، ده بقت لعيبه واداره وشويه مطبلطيه لاداره اعلام ورا الاداره وفساد وصل لنا. المنظومه اللي كنا احنا بنتركن عليها باظت، بوظتوها، اتسامحتوا في حقها وبقت كلها علينا يا ولاد الكلب.